السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. طبعا بما ان حضرتك وصلت لحد هنا في الكورس فانت راجل مية مية. عايزك تكمل معايا بنفس الحماس، هتوصل ان شاء الله. الرحلة ممكن تبقى طويلة شوية عليك، ولكن بإذن الله توصل لمرحلة كويسة جدا مع نهاية الكورس ده. طيب احنا في السيكشن ده هنبدأ نتكلم عن ايه او هنبدأ نتعلم ايه؟ هنبدأ نتعلم حاجة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. دلوقتي حضرتك طلعت من سيكشن ال API، فاهم يعني ايه HTTP، فاهم يعني ايه end point. عملنا كوليكشن على البوست مان في 2 end point او 2 API. في السيكشن ده هنبدأ نتعلم ازاي اصلا نستخدم الاي بي ايز اللي احنا جهزناها دي، ولكن جوه المشروع بتاعنا. الفيديو ده هيبقى دردشة شوية ومعرفة على الباكجز اللي موجودة، الفروقات اللي ما بينهم، يعني ايه HTTP ويعني ايه دايو باكج. طبعا الاتنين دول ما هما الا تو باكج في فلاتر. يعني فلاتر فيها طريقتين ان حضرتك تكول اي بي اي. طبعا هو في باكج تالتة ولكن سيبك منها دلوقتي، اللي هي الخاصة بالريتروفيت، ولكن مش موضوعنا ده. الناس اللي بيبقى عندهم باك جراوند اندرويد فعايزين يبقوا قريبين شوية من الاندرويد نيتيف، ولكن طبعا هي كويسة جدا، ممكن نبقى ناخده فكرة عنها. ولكن اللي مشهور اكتر في فلاتر HTTP ودايو باكج، واللي الشركات معظمها او اغلبها شغالين بالاتنين دول، اللي هو ال HTTP والدايو. طبعا الشركات بتبقى شغالة بواحدة من الاتنين، يا اما HTTP يا اما دايو باكج، مفيش حد بيشتغل بالاتنين مع بعض. ولكن يجي السؤال، هو ليه في تو باكج؟ ده اول سؤال طبعا منطقي هيجي في دماغك. وتاني سؤال منطقي، هو اصلا ايه الفرق ما بين ال HTTP وما بين الدايو؟ تعال الاول ناخده لمحة سريعة كده على كل باكج من دول. والباكج دي موجودة في الباب دوت ديف الخاصة بفلاتر، المكان اللي بنبدأ نرفع عليه الباكجز والبلاجنز. نيجي هنا لل HTTP فيرجن 1.4، اخر ببلش ليها واخر ابديت من 52 يوم. ممكن وقت ما انت بتتفرج تبقى ايه، اتعمل لها ابديت عادي جدا، مفيش مشكله، مفيش اي حاجه اتغيرت ميجور تشينج. وطبعا عدد الداونلود يعني 12 مليون و200 ألف، ده رقم ضخم جدا، و160 بوينت، واللايكس بتاعتها فوق العظيمة. يعني باكج كويسة جدا، اليوزج بتاعها في غاية السهولة وفي غاية اليسر، بتستخدم الباكج دي بصورة سهلة جدا. طيب دي كده أول باكج، طبعا احنا هنخش نتكلم عنها بالتفصيل. تاني باكج عندنا وهي الدايو باكج، دي فيرجن 5.8، الببلش بتاعها واخر ابديت من 4 شهور عليها 865 ألف داونلود. تيجي تقارن بقى بعقلية اللي هو ايه، واحد لسه متخرج يقول لك هنا 865 وهنا 12 مليون، فاكيد ال HTTP اقوى من الدايو باكج. ولكن الاجابة عكس ذلك، لان الدايو باكج اقوى من ال HTTP في حاجات كتير جدا فوق ما تتخيل. ال HTTP اضعف بكتير من الدايو. طب ليه اصلا الناس بتستخدم HTTP ومش بتستخدم دايو؟ معظم البيجنرز في فلاتر بيتجهوا لل HTTP، لان الفيتشرز اللي موجودة في الدايو باكج بنسبة كبيرة الجونيورز او الناس اللي لسه بادئة مش بتتعرض ليها قوي، فبيقول لك انا مش شايف فرق فهتجه لل HTTP. وده صح جدا في بداية تعلمك، مفيش مشكلة، مش هنختلف في الموضوع ده. ولكن الدايو باكج من الباكجز اللي فيها advanced features، عشان تقدر تعملها في ال HTTP هتاخد من حضرتك وقت شوية او وقت كبير، مش شوية. لان هنا في الدايو اول فيتشر عندنا قوية جدا، الانترسبتور، تقدر تهندل الانترسبتورز بكل بساطة. طبعا هنا في جدول احنا هنتعلم منه او هنمشي عليه، بيقول لك ايه الفرق ما بين الاتنين. اولا ال HTTP
والدايو الايزي وانت بتستخدم او اليوزج بتاعتك هل هي صعبة ولا سهلة؟ في ال HTTP سهلة للغاية، هتلاقي استخدامها بسيط جدا. برضو في الدايو على فكرة سهلة جدا، ولكن فيها بعض الكومبلكس في حاجات معينة. انما الجنرال لو انت هتعمل نفس الحاجة الاتنين سهلين للغاية. طيب عشان تعمل كاستم هيدر، طبعا كل ده انا مش هينفع اقوله لك دلوقتي في اول فيديو، انت هتوه مني مش هتفهم، واحنا مش دي طريقة تعلمنا في الكورس. طريقة تعلمنا بنواجه المشكلة، بعدين هبدأ اقول لك هنحل المشكلة دي ازاي. يعني باخدك من بوديك الاول للمشكله بتاعتنا نشوفها بعينينا، بعدين نبدا نتعلم ازاي نحل المشكله دي. فانا لو جيت دلوقتي قعدت اقول لك كاستم هيدر، انترسبتور، تايم اوت هاندلنج، كل الكلام ده هيبقى صعب للغايه اللي انت تفهمه، وده المنطقي. ما انا برضو لازم عشان تبقى معايا في الكورس وفهمني لازم نبقى على نفس الليفل اللي احنا بنتكلم فيه. فانا هو في فروقات كتير جدا، ولكن مش هناخدها كلها في الفيديو، ممكن تقعد تقرأها عادي جدا بدون اي مشاكل. ولكن في حقيقة الامر كل الكلام ده باي براكتس، لازم تشوفه بعينيك الاول عشان تقدر تقيم هتشتغل بالدايو ولا ال HTTP. طب في الكورس بتاعنا هندسة فلاتر للمبتدئين هنتعلم ايه بالظبط، ال HTTP ولا الدايو؟ من وجهة نظري انا ما عنديش حاجة اسمها نتعلم ده ولا ده، انا عندي حاجة اسمها نتعلم الاتنين، وده المنطقي والطبيعي في رحلة تعلمك لأي فريم ورك. عندك حاجتين الاتنين بيعملوا نفس الحاجة، وبنسبة 100% معظم الشركات بتطلب ان حضرتك تبقى فاهم دي وفاهم دي، واشتغلت بدي طلعت بيها بروجكت برودكشن، واشتغلت بدي طلعت بيها بروجكت برودكشن، او على الاقل اتعلمتها واشتغلت بيها. ففكرة او المينتاليتي ان انا اقول لك نتعلم HTTP ولا دايو فحضرتك تختار واحدة من الاتنين، دي مش موجودة في الكورس معايا. يعني نتعلم الاتنين لان ده المنطقي وده الطبيعي. سيبك بقى من جروب الفيسبوك، جروب تليجرام يقعد يقول لك لا اتعلم واحده كفايه ونقدم في شغل. طب ما الناس بتترفض ليه في الانترفيوز؟ وانا لو جالي حد في الانترفيو قلت له يا باشمهندس ايه الفرق ما بين الدايو وال HTTP، قال لي ما اعرفش، او قال لي مثلا انا اشتغلت بال HTTP بس وشايف ان هي بتفيت معايا في كل الكيسز، هقول له هي اولا مش هتفيد معاك في كل الكيسز، ثانيا درجة فهمك حتى لو انت لسه فريش ولسه في اول الطريق وتقول لي معرفش دي او دي او معرفش غير واحدة فيهم، دوت يعني حاجة مش كويسة او انسايد كده ان الراجل ده مش بيتعلم كل حاجة موجودة في الفريم ورك ده. فاحنا طبعا هنشتغل بالاتنين، هنتعلم HTTP ازاي نعمل لها امبلمنتيشن، هنعمل لها كاستم فايل محترم للغاية، وهنشتغل برضو بالدايو نفهمها كويس جدا ونعمل لها كاستم نتورك، وهنظبط الهاندلرز ونظبط الانترسبتورز ونظبط كل الكلام ده، لان ده المطلوب حاليا في سوق العمل. الاول زمان من 3-4 سنين لما فلاتر كانت لسه في البدايات كان ممكن يجي لي جونيور يقول لي انا اشتغلت بدايو وعندي خلفيه عن ال HTTP او العكس، فاقول له مفيش مشكله، كده كده هتتعلمها وانت شغال. انما دلوقتي الفرص العمل بقت مش زي الاول، بقت اصعب شويه، الانترفيوز بقت اصعب شويتين 3. لازم لما حد يجي هبدا افلتر، والله الراجل دوت جاوب على السؤال الفلاني ولكن قال لي انا شغال مثلا بالدايو بس. طبعا انا هنا مش بتكلم عن الدايو وال HTTP، انا بتكلم ان جنرال في اي حاجه بقى، HTTP ودايو، ستيت مانجمنت بروفايدر وريفر بود وبلوك والكلام ده، كل الكلام ده بقى مانداتوري اللي انت تتعلمه. ما تقوليش بقى انا اتعلمت حته وسبت حته، لا. ولا اشوف سؤال على الجروب الخاص بالكورس يقول لي معلش يا هندسه وينفع اتعلم ده بس؟ ما عنديش الكلام ده، تتعلم الاتنين، وده اللي احنا بنسعى له من اول الكورس. درجه فهمك في اي حاجه من الحاجات دي، درجه فهمك لل HTTP هتفهمك الدايو، درجه فهمك للدايو هتفهمك ال HTTP، درجه فهمك للبروفايدر ويعني ايه ستيت مانجمنت هيفهمك بلوك ويفهمك ريفر بود ويفهمك جيتكس، يفهمك كل ده ادام الاساس واضح ومبني بطريقه صحيحه جدا. انما لو انت اصلا متعلم ازاي تعمل لها امبلمنتيشن فقط بس مش متعلم ان ديتيلز يعني ايه الكلام ده ويعني ايه اصلا الفكره العامه بتاعت كل الباكجز دي،
مش هتقدر تسويتش من واحدة للتانية بسهولة، وهتبدأ مذاكرة كل واحدة من الأول كأنها أول مرة. الموضوع ده غلط جدا. احنا هنفهم واحدة تلاقي التانية جت لوحدها، ودرجة فهمك للتانية بقت بسيطة جدا. مش عايز اطول عليك في الفيديو ده اكتر من كده لان احنا اتكلمنا كتير. تعال نخش بقى مع اول فيديو جوه السكشن ده الخاص بالنتوركينج، ونبدأ نشتغل مع اول لاين اوف كود فيها. اشوفك بقى الفيديو الجاي ان شاء الله يا صديقي العزيز. كوباية قهوة ويلا بينا على الفيديو القادم بإذن الله، والسلام عليكم.